إزاي يتخطى العلاقات الأسرية السامة؟ العلاقات الأسرية بيبقى ليها وضع مختلف تماما في التخطي، لأن العلاقة الأسرية أكيد سايبة يعني في الشخص تروما، لأن أكيد الطفل الداخلي اللي جواه لسه بيعاني لو هو مش مكتشف التروما اللي حصلت له من وهو صغير. بلس ان العلاقات الأسرية السامة من العلاقات الديب قوي العميقة قوي اللي ما ينفعش نقول فيها ان احنا نقدر ننفصل عن الناس دي، لان اوقات بتبقى العلاقة ما بين الاب مع الابن او الابنة والام مع ولادها، فبيبقى الموضوع مش سهل للدرجة دي، واحنا بنحدده بدرجات معينة. يعني في علاقات أسرية سامة بتوصل لمراحل ترومات عالية جدا، احنا ككوتشز ما بنقدرش ان احنا نتدخل فيها لانها بتبقى محتاجة اخصائي نفسي.